السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن باترن من الباترنز المستخدمه في الكلاود نيتيف سيستمز. وفي الحقيقه الباترن ده بيعالج مشكله ان انت تقدر تخلي الكلاينت يتواصل مباشره مع الاستورج انجن اللي انت بتخزن عليه الملفات بتاعتك. هنشوف في الاول ازاي إيه الاختيارات المتاحه لينا علشان نخزن ملفات جوه اي ابلكيشن، وهنشوف ايه المزايا اللي بيوفرها اسلوب زي ده، وكمان هنشوف مثال تطبيق عملي في اخر الفيديو عن استخدام الباترن. اول حاجه هو الباترن ده بيطلق عليه البري سايند يو ار ال او الفاليد كي، يعني ممكن تسميه فاليد كي باترن او بري سايند يو ار ال، وهنعرف دلوقتي الاسم ده جه منين. تعال نشوف اول حاجه انت ايه هي الطريقه العاديه اللي مستخدمه علشان تحفظ ملفات. في الحقيقه انت مثلا لو بترفع ملف زي في الحاله بتاعتنا دي، دلوقتي احنا بنرفع ملف، فهيجي الراجل اللي عايز يكتب الملف ده على السيرفر هيبعت الفايل ده الابليكيشن سيرفر اللي هو ده، وبعدين الابليكيشن سيرفر يا اما بقى هيخزنه على الهارد ديسك او هيكتبه في الداتابيز وات ايفر، هيبعت للاستورج بتاعتك، فالاستورج هترد عليه تقول له اوكي انا خلاص كتبت، فيرجع السيرفر يقول للكلاينت بتاعه انا خلاص كتبت. انت ممكن تتخيل ان الكلاينت ده هو براوسر، هو ديسكتوب ابلكيشن، هو موبايل اب، فبيبعت الفايل للابلكيشن سيرفر بتاعك، بعد كده هو بيكتبه في الاستورج، بعد كده الاستورج بترد عليه، بعد كده هو بيرد على الكلاينت ويقول له الدنيا تمام. لو خدت بالك في الطريقه دي انت دايما السيرفر ابلكيشن بتاعك بينفولف في الموضوع، يعني انت مش هتقدر ان انت ترفع ككلاينت او كرايتر تبعت على طول الاستورج انجن الفايلز اللي انت عايز، فانت دايما معاك الابلكيشن سيرفر في النص. طيب تعال نشوف لو احنا بنقرا ملف هنعمل ايه. والله الريدر هيقول له ابعت لي الملف اللي بالاسم الفلاني، فالسيرفر برضو الابلكيشن سيرفر بتاعك هيروح للستورج انجن ويقول له انا محتاج ان انا اقرا الملف ده، هيبعت له بقى الستريم بتاع الملف، وبعد كده الابلكيشن سيرفر برضو هيرجع يبعت للريدر. برضو هنا في الطريقة دي نفس الموضوع، انت الابلكيشن سيرفر بتاعك لازم موجود في النص بين الستورج انجن اللي انا مخزن عليه الملفات وبين الكلاينت. طيب هي دي تبدو ان هي حاجة طبيعية، بس يعني انت ممكن برضو تتخيل لو حجم الملف ده كبير والطريقة اللي انت بتكتب بيها، يعني انا مثلا ممكن اكون ببعت يعني في حالة الكتابة انا ببعت الفايل، فايل حجمه كبير للسيرفر، وبعدين الفايل ده هو السيرفر بياخده ويحمله في الميموري، وبعد كده يبعته للستورج انجن، وبعد كده اما يجي يقراه حتى بيقراه في الميموري، وبعدين يبعته للكلاينت. فممكن دي تبقى عملية نوعا ما مجهدة ومحتاجة بعض الريسورسز، وفي الحقيقة هي مش أحسن حاجة. طيب تعال الأول قبل ما نشوف بقى الفاليد كي باترن هو بيقدم لنا إيه، تعال نشوف أصلا الوسائل اللي أنت ممكن تخزن بيها ملفات إيه. شيء افتراضي وشيء سهل وشيء بسيط ان انت تخزن الملفات بتاعتك على الفايل سيستم. بترفع الملف بتخزنه في فولدر ما باستراكشر ما، يعني بتقول بقى بتدي الاي دي بتاع اليوزر وبعدين تحط فيه الملفات بتاعته وهكذا. طريقة يعني معظم الناس بتشتغل بيها، بس في الحقيقة هي برضو مش احسن حاجة، لان في الطريقة دي انت بتخرج من السكيورتي كونتكست بتاع الابليكيشن بتاعك، بتبقى في سكيورتي كونتكست تاني بتاع الفايل سيستم، فانت مش قادر يعني تدي بيرميشنز على فايلز معينه، يوزر معين يقراها، يوزر من السيستم مش يوزر من الاوبريتنج سيستم، يعني يوزر من السيستم بتاعك. فالطريقه دي هي طريقه مستخدمه، طبعا هي سهله وبسيطه، بس برضو فيها بعض العيوب ان انت الفايلز دي ممكن تتاكسس بطريقه ما، ده غير انها هتواجهك مشاكل في السكيلينج. طيب الطريقة التانية ان انت بكل بساطة بتاخد الفايل ده بتحوله لبايت اري، وبعدين بتبعتها للداتابيس سيرفر بتاعك وتخزنه جوه الداتابيس. دي برضو من الطرق السهلة والبسيطة، ولكن برضو ليها بعض العيوب زي ان حجم الداتابيس بتاعتك هيكبر، الداتابيزز مش هي احسن حاجة ان انا اقدر اخزن فيها الملفات، بالعكس في وسائل تانية افضل. ممكن برضو ان انت تخزن الملفات بتاعتك في اف تي بي سيرفر على سيرفر تاني، ممكن ان انت تخزن الفايلز بتاعتك على كلاود ستورج معينه زي وان درايف، دروب بوكس، جوجل درايف بالاي بي اي بتاعتهم وهكذا. ده برضو من الوسائل اللي موجوده. اخر وسيله وانا بعتقد ان هي من افضل الوسائل ان انت تخزن فيها ملفات بتاعه السيستم، ان انت تخزنها في اوبجكت ستورج. طيب تعالى نفهم هي ايه الاوبجكت ستورج اصلا.
الاوبجكت ستورج ده اركتكشر انستراكشر داتا، يعني انت ممكن تخزن عليها اي نوع من انواع الملفات. ممكن تخزن يعني تاخد اوبجكت ستورج انجن وتخليه عندك في الاون بريمسز، او تستخدم كلاود سيرفيس، وهنتكلم عن الكلاود سيرفيس المشهوره في الموضوع ده. هي بتدي لك اوبشن جميل جدا، وده من الحاجات اللي بتميزها موضوع السكالابيلتي. يعني انت الفايل سيستمز بتاعت او الفايلز بتاعتك مش موجوده في سيرفر واحد، لا هي بتعمل لها هوريزونتال سكيلينج، يعني هي تقدر تبقى موجوده في اكتر من سيرفر. لو سيرفر حصل له فيل بي اوفر على سيرفر تاني، ان انت ممكن تاكسس الموضوع من اكتر من مكان. ممكن تفعل حاجه زي السي دي ان انت تقدر تاكسس الفايلز من اقرب سيرفر ليك وهكذا. فبتدي لك مزايا كتير طبعا، وهي من الطرق الحديثه اللي بتستخدم في كلاود نيتف سيستمز، وهنشوف دلوقتي بمثال عملي هتفهم معايا هي مميزه في ايه. طيب تعال نشوف بقى في حاله ان انا مستخدم اوبجكت ستورج الموضوع بيمشي ازاي. وهو ده بقى الفاليد كي باترن او البري سايند يو ار ال اللي احنا المحور الرئيسي بتاع الفيديو اللي احنا بنتكلم فيه. انت دلوقتي كرايتر او ككلاينت عايز يرفع ملف، ففي الحقيقه ان هو قبل ما يرفع الملف هو بيروح للابلكيشن سيرفر بتاعك، مش بيبعت له الملف، هو بيقول له لو سمحت انا عايز ارفع ملف، اديني اليو ار ال اللي هرفع عليه. خد بالك من دي، لو سمحت يا سيرفر يا ابلكيشن سيرفر اديني بس اليو ار ال او المكان اللي انا هرفع عليه الملف بالبرميشن المطلوب. هيرد عليه السيرفر ازاي؟ اول حاجه السيرفر هيبعت الريكوست ده للاوبجكت ستورج انجن، هيقول له لو سمحت انا عايز يو ار ال ابتدي ارفع عليه ملف في مكان ما. يعني مثلا هنا الرايتر بيقول انا هرفع فايل اسمه كذا، فهيجي السيرفر ده هيقول له والله يا ستورج انجن انا عايز ارفع ملف اسمه كذا في المكان الفلاني. انت طبعا عارف من الريكوست مثلا انا برفع بي دي اف بتاع فاتوره، فانت عارف انت بتخزنه في انهي لوكيشن. برفع صوره مثلا بتاعت لوجو او صوره بتاعت بروفايل، فانا عارف المكان اللي بخزنه فين في الاستورج انجن. المهم بوجهه للاستورج انجن بقول له لو سمحت اديني يو ار ال ينفع ارفع عليه الملف بتاعي، فبيرجع الاستورج انجن بيبعت لي يو ار ال. اليو ار ال في الحقيقه هو ده محور الكلام كله اللي احنا بنتكلم عليه في الفيديو ده، لان هو ده مدي لك يو ار ال. اليو ار ال ده بسماحيات مؤقته، يعني انت اليو ار ال ده تقدر تحدد وانت بتجنريته من الاوبجكت ستورج انجن، تقول له والله انا عايز اليو ار ال ده مفعل لمده 10 دقائق ربع ساعه. تمام. فاذا انت بقيت عامل يو ار ال في باص معين ببرميشن معين، وليكن برميشن دلوقتي حاله الكتابه، يعني انا ارفع ملف على اليو ار ال ده على الباص ده لمده 10 دقائق. فبترجع انت تاخد اليو ار ال ده وتبعته للكلاينت، كده الكلاينت بقى معاه يو ار ال يقدر يرفع بيه الداتا لمده قد ايه؟ 10 دقائق مثلا يعني. فهياخد الكلاينت ده اليو ار ال ويبتدي يبعت بيه الفايل. اليو ار ال ده طبعا رايح فين؟ اليو ار ال ده رايح على الستورج انجن مباشره، فاذا الكلاينت بيبعت الفايل على الستورج انجن مباشره. اترفع الفايل عن طريق الكلاينت، هيرجع الستورج انجن يقول له اوكي انا كمان رفعت الفايل. بس انت هنا محتاج بس حاجه بسيطه تانية، ان انت تروح للسيرفر تو نوتيفاي تقول له خلاص يا سيرفر انت اليو ار ال اللي انت بعته لي انا استخدمته ورفعت بيه الفايل. علشان مثلا لو السيرفر هنا، يعني تخيل معايا ان انت كنت بترفع لوجو مثلا او صوره بروفايل، فانت محتاج بعد ما تاكد عمليه الرفع ان انت تقول للسيرفر والله انا خلاص رفعت البروفايل اللي بالاسم الفلاني او الاسم الاعلاني، فانت تسيف مثلا الفاليو بتاعته جوه الداتابيز، اسم الصوره بتاعت البروفايل هي ايه او اللوكيشن بتاعها وات ايفر يعني. تمام. فانت محتاج بس تنوتيفاي السيرفر في الاخر، الابلكيشن سيرفر. انت مهما بقى كان حجم الفايل انت ما مالكش دعوه بقى، يعني الابلكيشن سيرفر مش بتعمل فيه حاجه، انت بس كل اللي انت عملته ان انت قلت له ايه؟ والله اديني يو ار ال ارفع عليه. وبعد كده الكلاينت بيرفع مباشره على الستورج انجن، فدي في البرفورمانس افضل، في طبعا مديالك سكيلابيلتي وافيلابيلتي وحاجات كويسه كتير. طب تعالى نشوف بقى، احنا دلوقتي شفنا ازاي نبعت ملفات، طب تعالى بقى نشوف ازاي نقرا الملفات. علشان تقرا ملف انت هنا ككلاينت هتقول له لو سمحت اديني اليو ار ال اللي هقدر اقرا بيه الملف، وليكن مثلا دلوقتي صوره اللوجو بتاعتي او صوره البروفايل، فانا عايز اقرا صوره البروفايل، فبقول للسيرفر لو سمحت اديني يو ار ال اللي انا هقرا بيه صوره البروفايل. السيرفر بيروح يريكوست يو ار ال على الصوره دي او على الفايل ده من الاوبجكت ستورج بنفس الطريقه اللي فاتت، فبيرد عليه الاوبجكت ستورج يقول له والله اتفضل اليو ار ال هنا اهو. بس هنا في الحاله دي انا رايح له بقول له ايه؟ بقول له والله اديني يو ار ال ببرميشن
قرايه، يعني انا دلوقتي عايز اقرا مش عايز ارفع، فانت بيرجع بيدي لك يو ار ال برضه مؤقت لمده وليكن 10 دقائق او المده اللي انت بتحددها، فهتفضل الصوره دي مقريه للمده اللي انت محددها وليكن ساعه 10 دقائق وات ايفر، وبعدين هيرجع السيرفر يديله اليو ار ال. طبعا هنا انت بتحط بقى اللينك بتاع الصوره جوه البراوزر مثلا، فانت هنا بتبقى حاطط اليو ار ال اللي بيشاور على الاوبجكت ستورج، طبعا بتبقى ظاهره معاك، او الاوبجكت ستورج بيريسبونس بقى بالفايل كونتنت. طبعا انت ممكن تشوف ان الطريقه دي تحس ان هي معقده، ولكنها هي سهله جدا، وهنشوف بالتطبيق دلوقتي هي بتعمل ايه. بس طبعا هي بتدي لك مزايا كتير زي ما انت عارف، زي ما اتكلمنا، زي سكيلابيلتي، افيلابيلتي، بتدي لك حاجات كويسه، وهي مودرن مستخدمه في الكلاود نيتيف سيستمز. طيب تعالى نشوف ايه بقى يعني الكلاود سيرفيس اللي انت ممكن ترفع عليها او بتستخدمها في حاجات زي دي. انت زي ما قلت لك في بداية الفيديو ده، ممكن تستخدمه اون بريمسز، وممكن برضو تستخدمه ككلاود سيرفيس. ومن اشهر الحاجات دي مايكروسوفت يزور في حاجه اسمها بلوب ستورج، بتستخدم الفاليد كي باترن، هو يعني بس هنشوف مثال على حاجه تانية. والجوجل كلاود ستورج برضو دي اوبجكت ستورج، هو كل الحاجات دي اسمها اوبجكت ستورج، بس احنا هنا بنتكلم على الكلاود اوبجكت ستورج سيرفيسز. من اشهر الحاجات بقى اللي هي الامازون اس 3. الامازون اس 3 دي من اشهر الستورج انجنز اللي انت هتلاقيها مستخدمه بالطريقه اللي احنا بنتكلم عليها الاوبجكت ستورج. بس ما يميز بقى الاس 3، الاس 3 طبعا مديالك اس دي كي، ممكن تستخدمه في اي لغه برمجه، بايثون، سي شارب، جافا دوت نت، يعني وات ايفر لغه البرمجه اللي انت بتستخدمها ايه، كل بروفايدر من دول هو مديلك اس دي كي ان انت تستخدمه. بس ما يميز بقى الاس 3 ان معظم الاوبجكت ستورج انجنز اللي موجوده بتسبورت الاس 3، يعني بيسموها اس 3 كومباتبل. الاس 3 كومباتبل دي يعني مثلا احنا هناخد مثال دلوقتي على حاجه اسمها مين اي او. مين اي او ده اس 3 كومباتبل، فانا باخد الاس دي كي بتاعت الاس 3 واشتغل عليها على الاستورج انجن بتاع المين اي او. برضو يعني عندك ديجيتال اوشن، في حاجه في ستورج انجن اسمه سبيس. سبيس ده معمول يعني مستخدم اوبن سورس سيستم تاني علشان يعمل بيه الستورج انجن بس، ولكن هو اس 3 كومباتبل، فانت تقدر تستخدم الاس 3 اس دي كي معاه. فدي حاجه من الحاجات اللي بتميز الموضوع. يلا بينا بقى نشوف ديمو عن الموضوع ده ممكن يمشي ازاي. الديمو بتاعنا هو عبارة عن بليزر ابلكيشن. هو بشكل بسيط جدا مجرد فايل ابلودر بابلود بيه الفايلز، وبعدين الفايل بينزل لي قدامي في ليسته كده، اقدر اضغط عليه يفتح معايا الفايل، او اشوف او اداونلوده. طيب انا عشان اعمل ده محتاج ستورج انجن بيسبورت الاس 3 كومباتيبلتي، زي او اس 3 كومباتبل زي ما اتكلمنا من شويه. في ستورج انجن شهير جدا وهو اوبن سورس الحقيقه، اسمه مين اي او. مين اي او ده اوبجكت ستورج انجن، احنا ممكن نسطبه بكل سهوله عندنا في اللوكالي على الماشين، او تسطبه على اي سيرفر وتبتدي تشتغل عليه. وليه برضو يعني هو ليه لايسنس في الكوميرشال، بس هو اوبن سورس وكده، يعني ممكن تقرا اكتر عن تفاصيل. لكن ده اللي احنا هنستخدمه ان شاء الله في الديمو ده لتوضيح موضوع الاوبجكت ستورج انجن او الفاليد كي. انت لو جيت دخلت على الداونلود هتلاقي طريقة ازاي ان انت تسطبه عندك. سواء بقى انت بتشتغل على دوكر، عايزه على لينكس، عايزه على ماك، على ويندوز. على ويندوز هو كام امر كده بالباور شيل والدنيا بتشتغل معاك. انا هنا فاتح التيرمينال، يعني انا قلت له والله يا مين اي او، انت الفولدر اللي هتسيف فيه الداتا بتاعتك فين؟ قلت له الاي بي بتاعه فين. بس وانس ان انا عملت كده هيديني بقى هيبتدي يقول لي اليو ار ال بتاعه ايه. بكل بساطة هفتح اليو ار ال كده عشان نتفرج عليه مع بعض. طبعا هو هنا في الكونسول بيكتب لك اسم اليوزر نيم والباسورد بتوع الادمن. فانا هنا فتحت الاي او، اليوزر ادمن، باسورد، كلمة باسورد، ونلوجن. طيب هنا اول حاجة بيوريك البراوسر بتاعه، يعني انت هنا لو رافع ملفات قبل كده فممكن تستعرضها. اول حاجه احنا هنيجي نعملها ان احنا هنكريت حاجه اسمها باكت. الباكت ده تقدر تعتبره هو الكونتينر اللي انا برمي فيه الملفات بتاعتي، فهكريت باكت وليكن
اسمه تيست 2 او تيست وات ايفر. انا عامل طبعا تيست قبل كده. هنا بيديك شويه اوبشنز، بيقول لك انت لو عايز تحدد له كوتا معينه، عايز تفتح الفيرجنز، فانت تقدر يعني كل ملف ترفعه يحتفظ بالفيرجن القديم فتشوف هو كان ايه وبقى ايه وهكذا. ففي شويه اوبشنز كتير، فاحنا مجرد بس هنكريت باكت باسم مثلا وليكن تيست 2 ونقول له كرييت الباكت. كده اداني باكت اسمه تيست 2 اللي هو اللي قدامنا ده. اقدر بقى ان انا هلاقيه عندي ظاهر في الاوبجكت براوسر هنا. لو بصيت على تيست 2 كده هلاقيه ما فيهوش اي بيانات. ممكن من هنا ابلود فايلز، بس طبعا انا عايز استخدم الابلكيشن بتاعي، فهنشوف ممكن نعمل الموضوع ده ازاي. طيب، علشان تقدر تستخدمه من جوه الابلكيشن انت محتاج ان انت تاخد زي كلاينت اي دي وكلاينت سيكريت تقدر تشتغل بيهم. فانا هاخد منه هنا، هعمل جنريت، اقول له كرييت اكسس كي، هيديني هيقول لي والله الاكسس كي اهو ده الكي بتاعه، فخلينا نسيبه. خلينا نسيبه نوت باد كده. ده كده الكلاينت كي او الاكسس كي، وده كده شو ده الكلاينت سيكريت. طبعا ده اللي احنا هنستخدمه عندنا جوه الابلكيشن عشان نقدر نتواصل مع الاي بي اي. هو طبعا هنا بيقول لي خد بالك واعمل كوبي وداونلود وكده، انا خلاص خدتهم كوبي فمش محتاج ان انا اعمل داونلود. كده معايا الاكسس كي، ممكن ان انا استخدمه جوه الابلكيشن بتاعي. تعالى بقى نشوف الابلكيشن. زي ما احنا شفنا هو الابلكيشن ما هو الا هي كومبوننت واحده برفع منها ملفات. ده بليزر ويب اسمبلي، فاحنا هنخلي الدوت نت كلاينت اللي هو بتاع الويب اسمبلي هو اللي اكسس الاوبجكت ستورج ويرفع لها الملفات. السيرفر او الابلكيشن سيرفر او الهوست سيرفر بتاع الدوت نت ابلكيشن ده هو كل دوره ان هو هيبعت لي يو ار الز وكده. طيب، انا بقى هنشوف الموضوع ده ازاي. طبعا الاستراكشر بتاع البروجكت بتاعنا عندنا هنا ده السيرفر، ده الكلاينت، ده الشيرد الدي تي اوز اللي بينهم وبين بعض. تعال نشوف السيرفر. طبعا انا علشان اقدر اشتغل من اي او اي اس 3 كومباتبل لازم في الاول انزل النيو جيت باكج بتاعت الاس 3. وهي والله انت مجرد بس ما هتكتب كده في النيو جيت باكج امازون، مجرد ببحث بس اس 3 هتلاقي ال اي دبليو اس اس دي كي اس 3. هي دي مجرد ما هتنزلها كده معاك الاس دي كي بتاعت امازون اس 3 تقدر تستخدمها وتكونكت مع اي اوبجكت ستورج انجن كومباتبل مع الاس 3. فانا هنا في الحقيقه في البروجكت ده نزلت الدوت نت كلاينت دي وعملت كنترولر واحد اسمه ستورج. هو كل لازمته ان انا هعمل فيه بقى، هو ده المفروض اللي هو هيجنريت لي اليو ار الز. طيب، عرفت كام كونستنت هنا. ده الاكسس كي بتاعي، فالمفروض ان انا الاكسس كي اللي احنا عملنا له جنريت مع بعض ده هنحطه فوق. وعندك بياخد برضو منك الكلاينت سيكريت. جميل. وهنا بديله السيرفيس يو ار ال. السيرفيس يو ار ال هنا طبعا ده اللوكال ماشين على بورت 9000. خد بالك لما جيت انا نزلت الاي او قال لك والله انت عندك هنا، خد بالك هو كتب لك ايه الاس 3 اي بي اي هي على اليو ار ال ده. فده اليو ار ال اللي انا باخده بشغله جوه الابلكيشن بتاعي، يعني لان هنا ده اليو ار ال بتاع الكونسول. يعني هو كاتب لك الاس 3 يو ار ال ايه والكونسول يو ار ال ايه. هو انا اما جيت فتحت في البراوزر تلاقيني فتحت، سواء انت فتحت الاس 3 يو ار ال او الكونسول يو ار ال هو هيريدايركت بقى. يعني انت لو فتحت الاس 3 هيريدايركت على اليو ار ال بتاع الكونسول ده. انت لو جيت فتحته من البراوزر، بس انت لما تيجي تتعامل معاه من جوه هنا فانت بتديله اليو ار ال بتاع الاس 3. وبرده هو معرف كونستانت هنا اسم الباكت نيم اللي احنا عرفناه من شويه قدامنا اللي احنا سميناه تيست 2. فتعالى ان انا هنا برضو اقول له الباكت نيم بتاعك تيست 2. جميل. خلينا نطفي الابلكيشن عشان الاوتو ريلود ما تضايقناش. جميل. تعالى بقى اول حاجه اللي احنا اتكلمنا عليها، انت دلوقتي عايز ترفع ملف. علشان ترفع ملف انت محتاج ان انت تجيب يو ار ال ان انت تقدر ترفع عن طريقه الملف. اول حاجه
فانا هنا جيت عرفت كلاينت، فقلت له والله الاكسس كي بتاعك اهو، السيكريت كي بتاعك اهو، السيرفيس يو ار ال اهي. طيب تعالى بقى نشوف ازاي هنجنريت اليو ار ال. والله بعد ما انا عرفت الكلاينت وهو عارف هيروح فين بالظبط، فبقول له والله هات لي البري سايند يو ار ال، وبقول له ده ريكويست. كل الكلام ده طبعا من جوه الاي بي اي. فبقول له هات لي ريكويست من نوع بري سايند يو ار ال. فهو بيقول لي انا هجيب من باكت اسمها ايه، فبديله الباكت نيم. فبيقول لي بقى الكي ده مهم جدا، بيقول لي الفايل نفسه اللي انا عايز، اللي انت عايز بري سايند يو ار ال او عايز يو ار ال عشان ترفعه، اسمه ايه او الباص بتاعه ايه. فانا هنا من جوه الابلكيشن دي طبعا حاجه بقى انت بتعملها من جوه الابلكيشن، انا مثبت باص معين هرمي عليه الفايل ده. يعني انا هنا الاكشن ميثود او الجيت ميثود دي اللي هي بتاعت الجيت كي، هو باعت لي الفايل نيم، الكلاينت باعت لي الفايل نيم اللي هو عايز يرفعه. بس انا ممكن اجي ارفعه في الابلودز، ارفعه في اللوجوز، ارفعه في الفوتوز، ارفعه في اي مكان على حسب بقى اللوجيك بتاعي بتاع الابلكيشن ايه. فانا محدد له هنا الباص. وعلى فكره برضو انت ممكن تغير الباكت على حسب اللوجيك بتاع الابلكيشن. يعني انت ممكن تبقى عامل باكتس كتيره جدا لوجيكال، يعني فيزيكال باكتس مختلفين انت بترفع عليهم الداتا. ده اللوجيك من جوه الابلكيشن ممكن انت تتحكم فيه. فبقول له هنا في الفيرب ان انا عايز اعمل بوت دي هو بيفهمها من ما دام انا عايز اعمل بوت، يبقى انا في الحاله دي عايز اكتب على الباص اللي انا بعته له. فانا هنا في الحاله دي انا برفع، وبياخد مني حاجه مهمه جدا اسمها الاكسبايرز. زي ما احنا اتكلمنا في الفيديو من شويه، انت اليو ار ال ده انت مش بتعمله مدى الحياه، ده انت بتعمله مؤقت، وبالتالي هو سكيور. هو سكيور علشان مؤقت، انت فاتحه بس للكلاينت ابلكيشن بتاعك لمده 10 دقائق. والله في حد تاني قدر يوصل لليو ار ال ده بعد كده، فمش هيعرف يشتغل بيه او يستخدمه، لان هو كان مؤقت لمده 10 دقائق للكلاينت بس علشان يعمل اكشن محدد. هنا بس قلت له يعني انا بقول له انت ما انكريبتش ما تعملوش انكريبشن ولا حاجه. وقلت له هنا استخدم ال HTTP بروتوكول، ما استخدمش ال HTTPS. طبعا ده علشان احنا في يعني ايه في ديفلوبمنت انفايرمنت يعني. فانا شغال هنا لوكال هوست على HTTP، مش عامل سيرتيفيكت، مش سايند، ولا ما عنديش سيرتيفيكت سايند. وبالتالي قلت له اشتغل بال HTTP بروتوكول. طبعا ده في البرودكشن انت مش محتاج، ان انت محتاج ان الداتا تبقى متشفره، ومحتاج كمان ان تبقى شغال على HTTPS. يبقى دي الميثود اللي بتجيب كي، اللي بتجيت الكي. طبعا انت جبت اليو ار ال او جبت الكي، تقدر بقى تستخدمه ان انت تابلود دايركت من الكلاينت. طيب تعال نشوف بقى الكلاينت هو عامل ايه. يعني هنا دي الكومبوننت بتاعه الفايلز. الكومبوننت دي هي مستخدمه سيرفيس دي. طبعا كل بقى الكود اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي ده هو كود خاص بالبليزر ويب اسمبلي. يعني تفهم من كده ايه؟ تفهم من كده ان هو بيرن عند الكلاينت. فهنا انا قايل له والله اعمل لي انبوت فايل ده علشان ابلود بيه الفايل. وبعدين عامل هنا زي ليست كده اسمها الفايلز دي بعرض الفايلز اللي انا رفعتها قبل كده عن طريق ان انا بجيبها من عند السيرفر. طيب عندي هنا حاجه اسمها ستورج سيرفيس دي فيها ميثود اسمها جيت بري سايند يو ار ال. المفروض ان الميثود دي هي اللي بتكلم الكنترولر بتاعي وبتجيب عن طريقه بري سايند يو ار ال. هنبص عليها دلوقتي نشوف مكتوب فيها ايه. المهم انا وانس ان الانبوت فايل ده في فايل جاله، فالفايل ده بجيبه، وبعدين هنا بكتب دايما في الكونسول ان انا جالي اليو ار ال الفلاني. جميل. فانا هنا جبت اليو ار ال اللي هو هنا مسميه كي او الفاليد كي بتاعي، وبعدين عملت ميموري ستريم علشان اجيب بريد بقى الستريم بتاعت الفايل دي وحطيتها في ميموري ستريم. وبعد كده ندهت برضو من الاستورج انجن ابلود الفايل. فهو بياخد طبعا هيابلود الفايل، هيسالني انا هابلوده على انهي كي او انهي يو ار ال وايه الكونتنت بتاعت الفايل. فهتلاقي فيه اتنين بارامترز كده، واخد اليو ار ال بتاع الفايل او الكي اللي انا عملت له جنريشن، والميموري ستريم بتاع الفايل. لو ابلود هيبقى هيكتب لي ابلودد. بعد كده لو الدنيا تمام والدنيا مشيت فهنوتيفاي السيرفر بتاعي، اقول له والله الفايل انا عملت ابلود للفايل ده. والسيرفر بعد ما هيعمل طبعا احنا اتكلمنا ان انا بنوتيفاي السيرفر عشان لو في بقى اي بيزنس لوجيك انت عايزه يحصل بعد ما رفع الفايل، تسيف في داتابيس بقى اسم الفايل اليو ار ال بتاعه وات ايفر، تعلم ان الحاجات اترفعت في ريكورد معين. فبتنوتيفاي السيرفر. لو الدنيا تمام
بروح جاي هنا بقول له هات لي الفايلز. هات لي الفايلز دي بتجيبها من برضو الاستورج سيرفر السيرفيس. هو بقى بيكلم السيرفر ويقول له اديني لستة بالفايلز اللي انا رفعتها لك قبل كده. السيرفر المفروض بيرد عليه باسامي الفايلز، وبيرد عليه كمان باليو ار الات بتاعه الفايلز اللي هاكسسها عن طريق ستورج انجن. طيب تعالى بقى نخش على الستورج سيرفيس دي. لو بصيت عليها هتلاقي ما فيهاش حاجه خالص غير اتش تي بي كلاينت. ده المفروض بقى الاتش تي بي كلاينت ده اللي انا هكلم بيه الاستورج سيرفر. ما هو انا دلوقتي لما جيت ارفع ملف قلت للسيرفر بتاعي اديني يو ار ال ارفع عليه، فالسيرفر رد عليا بيو ار ال. طيب انا بقى هاخد اليو ار ال ده هكلم بيه الاستورج سيرفر. هكلمه عن طريق ايه؟ عن طريق الاتش تي بي كلاينت. اول ميثود معايا اللي هي الجيت بري سايند يو ار ال، او اللي هي بتكلم السيرفر عشان تجيب منه الكي، اللي هي بتروح للكنترولر ده على جيت كي. هي بكل بساطة أنا بقول له والله كاتب له بس الباص بتاع الميثود، لأن أنت لو خدت بالك هي الميثود هنا جوه الكنترولر. أنا معرف الكنترولر بالشكل ده، يعني بكتب الكنترولر نيم ثم الأكشن نيم، وبعدين بديله بقى كويري سترينج اسم البارامتر ده، وقايل له جاي لك من الكويري. طبعا ده دوت نت كور، يعني حاجة بسيطة في الدوت نت كور، مش محتاجين إن احنا نوضحها يعني. وبعدين هنا بقول له والله هات لي string، لان هنا المفروض الميثود دي بترجع لي string باليو ار ال. فانا قلت له والله جيت لي string من السيرفر بتاعنا علشان يديني اليو ار ال للفايل نيم ده اللي انا عايز ارفعه. ده كده الجيت كي. طيب في الميثود بقى بتاعت الابلود فايل، هنا انا بكلم السيرفر بتاعي عشان بس اجيب منه اليو ار ال. انما هنا بقى في حاله الابلود فايل المفروض ان انا برفع على الاوبجكت ستورج انجن اللي هو في الحاله بتاعتنا المين اي او. فانا هنا والله بقول له هات لي الفايل كونتنت ده. طبعا الستريم جاي لي من ستريم، فحولته هنا لبايت اري. وبعدين قلت له اعمل لي اتش تي بي كلاينت جديد، لان هو بص الاتش تي بي كلاينت اللي انا عامل له انجكشن هنا والله كان ممكن استخدمه، ما استخدمتوش ليه؟ طيب انا ممكن بدل ما اعمل كده نمسح ده خالص واستخدم ال HTTP client ده، اقول له والله send sync. طيب هنا بقول له ايه؟ برضو نرجع تاني. قلت له والله انا عايز اعمل ريكوست. الريكوست ده هو عبارة عن ان انا بوت، يعني التايب بتاعه بوت، واعمله لي على اليو ار ال ده، والكونتنت بتاعته هي عبارة عن بايت اري بالشكل بتاع الفايل اللي جاي لي من الفايل ابلودر. والله طبعا انا كده رايح فين؟ رايح على اليو ار ال اللي انا عملت له جنريشن من الابلكيشن بتاعي، وعملت سند بقى للريكوست بتاعي. لو الدنيا تمام هيرجع لي يقول لي ان الفايل اترفع، طبعا بشكل بسيط. طيب تعالى بقى نشوف ازاي هنوتيفاي السيرفر بتاعي. والله انا عامل هنا برضو جوه الكنترولر عندي حاجة اسمها نوتيفاي. النوتيفاي دي ما بتعملش حاجة غير ان هي بتاخد بس النوتيفيكيشن. النوتيفيكيشن دي ما هي الا كلاس شايله الفايل نيم اللي انا رفعته. يعني انا اكني بقول للسيرفر والله يا سيرفر انا رفعت الفايل اللي اسمه كذا. هنا في الحاله بتاع طبعا انت هنا المفروض لو في اي بقى داتابيز لوجيك ولا حاجه هتعمله، لكن انا هنا كل اللي عامله ان انا عامل لسته من الفايلز، الفايل نيمز معرفها فوق هنا ستاتيك ليست كده من الفايل نيمز، علشان اقول له والله كل ما هاجي انوتيفاي السيرفر ان انا رفعت فايل واحط ريكورد في الليسته دي، والليسته دي بقى اللي انا هقراها في الجيت فايلز. تمام. فانا بس مجرد ان انا بحط ريكورد جوه الفايل نيمز ليست دي. وهنا باجي في الستورج سيرفر ستورج سيرفيس، فبقول له هنا في الميثود بتاعت النوتيفاي هو بياخد مني الفايل نيم، فبقول له هتروح على الباص ده وهتنوتيفايه بالفايل نيم ده. ده في حاله النوتيفيكيشن. طيب في حاله بقى الجيت فايلز، انا عايز بقى اقرا الفايلز اللي انا رفعتها. فانا زي ما وريتك هنا في النوتيفاي انا كنت بخزن الفايلز اللي انا رفعتها فين. في حالة بقى الجيت فايلز هي ميثود برضو بسيطة جدا، عبارة عن جيت ميثود. برضو بعرف كلاينت لأمازون بنفس الطريقة اللي فاتت. وبعدين بقول له والله انت الفايل نيمز هنا اللي انا بقى خزنتها في الميموري عندي فوق سلكتها لي، هات لي اعمل لي اوبجكت من فايل دي تي او. ده برضه فايل دي تي او ما فيهوش غير حاجتين بساط جدا، اللي هو الاسم الفايل واليو ار ال بتاعه. فقلت له هنا
اديني الفايل نيم ده حطه لي في النيم، وبعدين اعمل لي في اليو ار ال بتاعه هات لي بقى من الاس 3 ستورج بتاعتي، هات لي جيت البري سايند يو ار ال بتاعي او الفاليد كي بتاعي، وياخد مني برضو الباكت نيم والمكان الباص بتاع الفايل ايه. بس هنا خد بالك بقى من حاجه كويسه جدا او حاجه مهمه جدا، ان انت هنا الفيرب بتاعك جيت. فالفيرب بتاعك جيت ده بيرميشن علشان اقرا الفايل. يعني انا لو جيت خدت اليو ار ال ده اللي طالع علشان اداونلود بيه الفايل او ان انا اقرا بيه الفايل، وحاولت ان انا استخدمه في ان انا ارفع بيه ملف، مش هعرف، لان هو واخد بيرميشن بس ايه، للقراءه فقط. ونفس الكلام على فكره في البرميشن بتاع البوت ده. البوت انا ده برميشن عشان اكتب على الفايل، لو استخدمت نفس اليو ار ال ده علشان اقرا الفايل برضو مش هيرضى ومش هيقبل معايا. اذا هنا انا بديله برميشن جيت علشان اقرا الفايل، وبرضو بديله هنا الاكسبيريشن. ففي الحاله دي قلت له الاكسبيريشن بتاعك هيبقى لمده ساعه. قلت له انا البروتوكول اتش تي بي علشان اتجنب موضوع السيرتيفيكت والاتش تي بي اس وكده. بس زي ما قلنا ده في البرودكشن انت المفروض بتستخدم اتش تي بي اس واس اس ال سيرتيفيكت وكده. جميل. فهنا ده الستورج سيرفيس الجيت فايلز. كده احنا تقريبا خلصنا. بس هيبقى فاضل لي ان انا هبص هنا برضو على الكومبوننت. انا في الاخر قلت له لود فايلز. لود فايلز دي هي بتملى الدي تي او، الفايل دي تي او بالليسته اللي جايه من السيرفر. وزي ما قلت لك هنا انا بلوب عليها، ومجرد ان انا بحط انكر وبقول له النيم بتاع الفايل بتاعك اظهره لي، واليو ار ال يبقى اليو ار ال اللي جاي لك من السيرفر. وتعالى نرن الابلكيشن كده ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. زي ما انت شايف معايا، انا هاجي هنا هختار اي فايل، هرفع الفايل بتاعي، نزل الفايل هنا في الليست، اختار فايل تاني، جرب، الدنيا شغالة تمام. نفتح الكونسول برضو علشان نشوف ايه اللي بيحصل. جينا نجيب الكونسول على اليمين كده، نجيب الكونسول. يعني هاجي ارفع مثلا كلير خالص، على نرفع فايل جديد وليكن ده. هتلاقي اول حاجه هو كتب لي اليو ار ال بتاع الفايل. اليو ار ال ده بص، انا لو جيت دوست عليه كده او لا مش كده، يعني لو جيت خدته كوبي وقلت له اوبن نيو تاب، مش هقدر. هنا مطلع لي شويه داتا ويقول لي ايه، السيجنتشر دازنت ماتش. هو مش هيقدر ان هو يستخدمه في القرايه، ولكن ده اليو ار ال اللي بيستخدمه في الكتابه. وبعد كده بعد ما عمل ابلود كتب لي ابلودد، وبعد كده كتب لي سيرفر نوتيفايد بعد ما عمل نوتيفيكيشن للسيرفر. طيب انا لو جيت بقى اي فايل من دول اضغط عليه كده، انا ممكن اداونلوده. يعني لو دوست كده هتلاقي ابتدى يداونلود معايا الفايل. بس كده ده كان باختصار الفاليد كي باترن او البري سايند يو ار ال. يعني لو الفيديو عجبك نتمنى كده دعوة بظهر الغيب ليا ولأسرتي جميعا، وربنا يتقبل منا جميعا صالح الأعمال والمسلمين أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.